هذه المحاضرة حول الطفل السكري أو التلميذ السكري في والمدرسة. الكثير منا يجهل كيفية التعامل معه، وحتى هذا النوع من التجاهل أصبح التلميذ يحس بنوع من التنمر في الوسط المدرسي. دونك احنا غادي نقدموا ارشادات لرعايه الاطفال في السكري باش تكون نبذه تثقيفيه لهذا في الوسط هذا التربوي والاداري. دونك ما هو السكري؟ عندنا نوعين من السكري، عندنا النوع الاول والنوع الثاني. الاكثر هو متزامن عند الاطفال هو النوع الاول. دونك هذه المعلومات كامل درناها باش نزيدوا في التوعيه بالسكري في المدرسه وتحسين الهدف منها هي نوتر اوبجيكتيف في تحسين حياه اطفال السكري في المدرسه. دونك الهدف من هذه المعلومات هي زياده الوعي بالسكري، تحسين حياه الاطفال، ومساعده المعلمين في شرح موضوع السكري وضروره اتباع اسلوب حياه صحي. بالك في المتوسطه ولا في الثانويه غادي التلميذ يكون قد يعرف يعبر السكر نتاعه ويحس بالاعراض ويحس الاخر، لكن خاصه في المدارس الابتدائيه خاصه فترات تحضيري ولا سنه اولى الطفل يكون عندنا مرضى ما يكونش عندنا يعبر السكر نتاعها. المعلمه الا ما كانش عندها في صديق في العائله نتاعهم ولا طفل سكري ولا واحد مرض بالسكري ثاني ما غاديش تكون عندها اي معلومات عن هذا المرض. وهذا المرض هو في الناس كيف مداولينه هو صامت. علاش صامت؟ كي شغل اي واحد كي تقول لها فيه سكر يقول لك عادي هذا اي سكر، بصح هو صامت. عنده المضاعفات نتاعها تبان من البعد وهي ثقيله على المريض، ثقيله على العائله نتاعها، وثقيله حتى على الدوله، عاتق الدوله.